السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ هلا والله. اليوم ال15 من سلسلتنا، كل يوم مقطع شوي. مقطعنا اليوم جدا مختلف، وزي ما انتم شايفين في العنوان اليوتيوب. عبد المحسن يتكلم عن اليوتيوب ليه؟ في شيء مو هو طبيعي صراحة. الفترة الأخيرة أنا مرة زعلان من الترند حق اليوتيوب. اللي بيطلع في الترند أغلبيتهم ناس احنا نعرفهم قدامه، وصناع محتوى جدا رائجين في الفترة الحالية، وفي زمان سابق كانوا رائجين، وإلى الآن ما شاء الله عليهم. بعد كذا أتى صناع محتوى للساحة، نوعا ما أقول عنهم يمكن منحطين، غريبين، يا أنهم مجانين، يا أنهم جيل المادية، يا أنهم عندهم خلل أو يقتدوا بأحد. هذا الشخص فيه مشكلة. عبد المحسن، أنت ايش قاعد تتكلم؟ ليش قاعد تقول انه في صناع محتوى اتوا للساحه مره منحطين؟ يا جماعه الخير، انا محتواي ابدا مو انتقادي. احنا في سلسله عشوائيه مدتها 30 يوم، وكل يوم انزل مقطع غريب. بس مقطعنا اليوم انا شيء شايفه من زمان ومتعجب منه. حرفيا الفتره الاخيره قاعد اشوف ناس بيطلعوا في الترند. آه إيش أقول وإيش أخلي؟ والله العظيم، والله العظيم، لو تسأله إيش أهدافك إنه بيقعد يتفرج فيك، تسأله أنت إيش اسمك بيقولك أنا ولا اسمي. ما هي ترى ما هي الحارة، وربي ما هي الحارة، ولا إنها بيت عيال خالتك. أنت أمام مجتمع، أنت طالع قدام كاميرا، أنت طالع قدام أشخاص كثير، تعرف؟ مو هو واحد ولا اثنين. الشخص هذا اللي قاعد يعطيك وقته، هو قاعد يعطيك وقته ليه؟ نبدأ نتفصل. خلونا نتفصل. البني آدم الطبيعي لما يجي يتفرج سواء مسلسل أو يوتيوب أو برنامج هو يحب يشاهده، بالعادة يكون إما وقت فراغ أو بياكل أو قبل النوم. يعني ما يجيك واحد هو في نص الدوام قاعد يسوي أوراق ويسوي مدري إيه يتفرج، لا. فأنت كصانع محتوى لازم تقدر الشخص هذا اللي يتابعك، لأنه هو تابعك في لحظة. اللحظة هذه لحظة سلام، يعني لحظة سلام عنده. هو ما يبغى أي شيء في العالم، يبغى يشوف شيء ينبهر فيه، شيء ينعجب فيه. فأنت يا صانع المحتوى المنحط، لما تبدأ تطلع كل كلامك سبسبة، كل كلامك أقدر أقول عنه إنه يمكن طفل عمره 14 سنة أعقل منك. أنت طلعت في الترند مرة مرتين ثلاثة، هذه فرصة لك. ابدأ طور محتواك، ابدأ طور أسلوبك، ابدأ طور شخصيتك، ابدأ طور أفكارك، ابدأ اثبت وجودك في الساحة. اللي طلعوك ترى هي فترة زمنية. الفترة الزمنية هذه بتفشون منك، بيكبرون في العمر، وش ترجع تطيح. لما تطيح انت تحت، طايح. اي شيء تقدمه حتى لو انك تتعب فيه وتبدع فيه ما راح يطلع، لانه انت كانت عندك فرصة وضيعتها. ما استغليت وقت فراغهم اللي كانوا يعطوك اياه عشان يتابعوك ويتفرجون عليك بشيء فعلا يتمتعون فيه، فعلا يستفيدون منه، شيء فعلا يترك اثر فيهم. من تطالع قدام الكاميرا كأنك طالع عند حسين الوحش في الحارة، طول الوقت تسبسب، والله يقطع راسك، والله يلعن مدري ايه. اوكي انت قاعد تلعب لعبة، انا بقول اوكي يمكن معصب ضغطه مرفوع. بس انت لما تكون قاعد تتكلم معاهم وتسخط لهم وتسبسبهم، والله العيب مو عليه. فانا طلعت اليوم هنا والله العظيم ما هو بحسدك ولا بحاربك ولا بحارب اي صانع محتوى قاعد يطلع الترند الفترة الحالية، لانه هذا كله توفيق من الله واجتهاد. الواحد لما يكون مجتهد الله يوفقه. بس في عينات والله ما هي مجتهدة، وربي ما هي مجتهدة، انا اقول لكم هي ما هي مجتهدة. مجموعة اطفال اعمار 13 14 سنة قاعد تطلعهم. حرفيا اليوتيوب في انحدار، في انحدار. وربي صانع المحتوى صار لما يجي يمسك محتواه يفكر يطور محتواه، يخاف انه مهما كان الشيء اللي يقدمه ما راح يكون بنظرة المجتمع الحالي شيء إبداع. ليش؟ لأنه في منحطين قاعدين يطلعوا منحط. فهمت الفكرة؟ لا فكرة، لا أسلوب تقديم، لا شخصية، لا كاريزما أمام الكاميرا، ولا حتى عفوية أمام الكاميرا. مجرد سب شتم سب شتم سب شتم سب شتم طول المقاطع. أنا ليش طلعت وتكلمت بالذات على صانع المحتوى هذا؟ أنا ما بذكر أسامي تجنبا للمشاكل، تجنبا لأشياء كثيرة. انا صانع المحتوى هذا فرعته فروع. هو ليش طلع ترند؟ هو ليش دحين صانع المحتوى قاعد ينمو بهذه السرعة وهو مو قاعد يقدم شيء؟ بديت اتفرع في الموضوع واركز انه ليش. اكتشفت شيء، انه خوارزميات السوشيال ميديا عامة، تويتر، تيك توك، اللي هو كاملة، نظام الخوارزميات تعمل على شكل ايش؟ انه
الشيء اللي يكون فيه إثارة جدل وفيه انحطاط وفيه تطلع، لأني قاعد أتعمق أكثر اكتشفت إنه في ناس مرة مبدعة، اكتشفت إنه في ناس مرة مبدعة تقدم شيء والله العظيم الكلانات ما هي قاعدة تقدم، الفرق بحد ذاتها ما هي قاعدة تقدم، والنعم في كل الفرق، فالكون باور تيو إلى آخره. نرجع لورا شوية، تتذكرون الفريق البحريني اللي هو جوت أو جوت إذا ما خاب ظني؟ هذا الكلام مرة زمان أنا كنت أشوفهم في الفترة الزمنية هذيك. أنا كنت ألاحظ تطور جودة، تطور أفكار، تطور محتوى إلى ما لا نهاية. كل يوم بتشوف فكرة غريبة، كل يوم بتشوف شيء غريب، كل يوم بتشوف تطور وأشياء جديدة عندهم، أفكار، انتقالات كبيرة. حلوين. هذيك الفترة الزمنية خلينا أقول عنها إن هي الفترة الزمنية الذهبية لصناع المحتوى اللي كانوا في فريق جوت. حلوين. المفروض إنه إحنا نرجع نشوف الفترة الزمنية هذيك، هم ليش كانوا قاعدين يتطوروا زي كذا، وليش بهذيك السرعة كان فيه تطور ضخم، أفكار، سرد، أشياء مرة كثيرة. ليش دحين الفترة الحالية ما عادها موجودة؟ الفترة الحالية الأفكار ذيك ما تلاقيها إلا عند صانع محتوى عتيق قديم في الساحة، صانع محتوى مرة قديم. ما أدري أنت وصلتك الرسالة ولا لا، ما أدري أنت فهمت علي ولا لا، بس إن شاء الله أنك فهمت. اللي اليوم جاي أقول لك وأتكلم فيه هنا هو مجرد فضفضة، مجرد شيء بصدري أنا عجزت أخرجه لأحد حولي. ليش؟ لأن كل اللي حولي ما لهم في المجال هذا، ولا أحد تقدر تكلمه وتناقشه في الموضوع، لأنه ما حد له في المجال. لو تكلمت أنا أبطفش، أحتاج أحد يجادلني، أحتاج أحد يقول لي كذا سوي كذا افعل كذا، أحتاج أحد يجادلني، ما في. أنا إنسان جيعان نجاح، جيعان علم، جيعان تطور، جيعان وصول. ولو نرجع على طريقة جيعان تطور، تقدر تشوف آخر فيديوهين في قناتي. حرفيا أنا جبت شيء جديد على اليوتيوب ما قد شفت أحد طرحه قبل كذا. انت ما تدري تشاهد يوتيوب ولا نتفليكس ولا شاهد ولا ام بي سي، ايش قاعد تتفرج؟ هو يوتيوب هذا تتاكد موجود الشعار فوق لما تشغل مقطع ولا لا. انا لما اقول لك كذا لاني انا مره معتز بنفسي وفخور بنفسي مره جدا اني انا وصلت هذه المرحله وبفتره زمنيه مره مبكره. عندي 9915 مشترك، ال 9915 مشترك ذولي شافوا تطوري من الصفر، الاشياء اللي قدرت اوصل لها من الصفر الين ما وصلت عند اللي هي لعبة النجاة. خليني أقول لك لعبة النجاة إيش فكرتها بالضبط. لعبة النجاة اللي جديد على القناة أو عزيزي المتابع اللي بيزور يتابعني، لعبة النجاة بكل بساطة فكرتها إنه واحد عنده ديون، هذا الإنسان مديون، قرفان من حياته، تعبان نفسيا، يحتاج أحد يسدد ديونه. يتصلون عليه شخصيات غريبة، الشخصيات الغريبة هذه بكل بساطة: ألو إحنا نسدد ديونك كاملة بس بشرط تعطينا وقتك. الوقت هو أكثر شيء الإنسان يملكه في حياته، الوقت أكثر شيء الإنسان يملكه في حياته. أنت بدون وقت ما كأنك عايش. وقت تشتغل فيه، وقت تنام فيه، وقت الوقت مرة ثمين، مرة ثمين. عشان يسددون ديون عبد المحسن اللي هو اللاعب رقم 105، طلبوا منه وقته، قالوا عبد المحسن أعطينا وقت. أبويا، أمي، عبد المحسن يا ناس، تنادي من هنا لين بكره ما حد يسمع. احنا مخترقين حياتك بالكامل وشايفين حياتك من يوم ما انت خلقت الدنيا، وكنا عارفين انه مصيرك راح يكون زي كذا. انت شخص بكل بساطة مضيع للوقت، عشان كذا احنا بناخذ وقتك الثمين ونسد عنك دينك. بس ابغاك تركز معي كويس، مجرد ما تضغط انتر راح تدخل داخل اللعبة، واللعبة هذه بكل بساطة كل لغز راح ياخذ منك 5 دقائق، وعشان تحل هذا الغاز تحتاج 50 دقيقة. عبد المحسن انت القرار بيدك، انت اللي تقدر تتحكم بالوقت، انت اللي تقدر تطلع من اللعبة. بس لو فكرت تنسحب راح نتعامل معك تعامل ثاني. القرار قرارك. وفعلا وافق وراح للغرفة. وانا ما ابغى احرق عليك الاحداث عزيزي المتابع، اللي ما شاف الفيديو يقدر يروح يشوف. وننتقل للشخصية اللي بعدها، الشخصية اللي بعدها 151. 151 فعلا هي اكثر شخصية صايرة في وقتنا الحالي. يعني لو تركز في كل بيت، مو في بيت ايوه بيت لا في كل بيت بتلقى هذه الشخصية. زمان اقول لك ما في، بس دحين في كل بيت بتلقى هذه الشخصية. ايش هذه الشخصية؟ الشخصية هذه واحد مكتئب، حزين، مهموم، قرفان من نفسه. فوق انه قرفان من نفسه يحتاج احد يحبه، لان هذا الشخص دائما مبادر، تلاقيه شغوف بالحياة ويحب الحياة، ما لقى احد يعطيه وجه، هو بس قاعد يعطي الناس مبادرات حب،
وقفات، اشياء مره كثيره. وفي يوم من الايام كان قاعد يتقهوى او يشرب مشروب داخل كافي، ووصلوا الاتصال هذا طلعوا اشخاص مراقبينه. حل ما تروح، وين ما تروح، عيننا عليك. صدقني ما حد يفكك منا، من زمان حنراقبك وشايفينك، واعتقد انه جاء الوقت اللي نقدر نمسك فيه وندخلك داخل لعبتنا. احس ان الموضوع غلط، وانا ليش اروح؟ المفروض اني ما خاطر واروح. نفس الاشخاص اللي كانوا مراقبين اللاعب رقم 101 لا 105، جيت احرق عليكم الحلقه اللي بعدها. نفس الاشخاص اللي كانوا مراقبين اللاعب 105 قالوا له عشان نعطيك حب اعطينا وقتك. والشخصيه 151 مره ذكيه، مره ذكيه وبلطجيه اصلا. لو تلاحظوا شكل الستايل، شكل اللبس، شكل الشخصيه عامه، الكاركتر حق الشخصيه، شكل الشخصيه اصلا واضح انه هو واحد داشر واحد سربوت وكان المطلوب من الشخصيه انها تجي على البيت هذا اللي تصير فيه الالعاب، وداخل البيت هذا الغرفه هذه اللي تنحبس فيها الشخصيات. رقم 151. الرجاء الجلوس على المقعد. عند جلوسك على المقعد فإنك تقر على المشاركة في لعبة النجاة. اللاعب رقم 151. القرار بيدك، أنت قادر أنك تغير مصيرك. بمجرد الضغط على إنتر سيتم إدخالك إلى اللعبة ولا يمكنك الانسحاب. اللاعب رقم 151. القرار بيدك، بمجرد الضغط على إنتر سيتم إدخالك إلى اللعبة ولا يمكنك الانسحاب بعد ذلك. اللاعب رقم 151. خذ قرارك الآن. القرار بيدك. في لحظات الوحدة تكتشف ان بعض القرارات اللي اتخذناها كانت مجرد هروب من انفسنا. وداخل الغرفة هذه كمبيوتر زي ما انتم ملاحظين، الكمبيوتر هذا مجرد ما تضغط انتر انت راح تنتقل للعبة وما في انسحاب. عشان تنسحب من اللعبة راح يكلفك مرة كثير، انا ما بحرق عليكم اكثر. فالشخصية رقم 51 ادرك انه فعلا اقدر اصنع الحب لما يكون ماشي مع الوقت حبة 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 حبة، اقدر اصنع الحب. طيب عبد المحسن انت ليش قاعد ترجعنا الاحداث حق الاشياء اللي سويتها قبل كم يوم في السلسله؟ لانه اليوم احنا بكل بساطه في الحلقه رقم 15 او في الحلقه رقم 15 من هذه السلسله، ولازم نصور مقطع كل يوم واحكي لكم التفاصيل وايامي وايش صار وايش سويت الى اخره. يا جماعه الخير، انا شايف شيء مره غريب، انه انا الفتره الاخيره تطورت تطور مره كبير. ليش؟ حبي للشيء اللي قاعد اقدمه، قاعد اقدم شيء بكل حب، بكل حب. احنا حاليا في عصر زمن اليوتيوب كله نسخ لصق نسخ لصق نسخ لصق نسخ لصق، لأنه طبيعة البني آدم في النسخ واللصق. البني آدم ما تيجي فكرة وحي من السماء تنزل على راسه. البني آدم إما تكون بذكرى أو يكون بشيء شافه بنى عليه فكرة، بنى عليه، لأنه مستحيل تجيك فكرة من تحت الأرض. والله لو إنك الشات جي بي تي عشان أنت تجيب هذه الفكرة يحتاج إنك إيش؟ يكون عندك معلومات، يكون عندك أشياء كذا في راسك، سواء مسلسلات، أفلام، قصص، كتب تقرأ، سياسة، إعلام، أشياء مرة كثير عشان أنت يكون عندك فكرة في راسك. ومن موضوع الفكرة هذه بدأ اليوتيوب بالعربي تحت يتفرع لأفرع، ناس مؤيدين وناس غير مؤيدين. من هم الناس اللي غير مؤيدين؟ الناس الغير مؤيدين اللي قاعدين يشوفون الفترة الحالية، اللي هم طالعين محتواهم بكل بساطة يطلع لك من خلف الكاميرا، وبعضهم يطلع أمام الكاميرا شجاع، بعضهم يطلع لك من خلف الكاميرا يحط لك جيم بلاي ولا أي شيء، خوفا على شكله وسمعته أيا كان. يبدأ ينتقد لك مثلا الفريق الفلاني الفريق الفلاني الفريق الفلاني، ويقول لك أنا أبني هذا الكلام على أساس أنه رأيي الشخصي. لما يكون عندك رأي شخصي عزيزي المتابع تفضله بنفسك، لا تطلق أمام كاميرا، تطلق أمام الجمهور، أمام الناس. أنت كده تسبب فتنة، ويطلع شخص ثاني يجلده، ويطلع شخص ثالث يقول لك أنه أنا عمهم الكبير أبو لسان كبير أقدر أجلدهم الاثنين. خلينا أقول لك نقطة معينة عزيزي المتابع، أشر الناس منزلة يوم القيامة اللي تخاف الناس من لسانه. لما أقول لك أنه تخاف الناس من لسانه مو معنى ربط أنه ليش يوتيوب وهذا الكلام. أنت تحد الناس أنه ما عاد تكون عفوية. الواحد لما يجي يسوي شيء يحسب 1000 حساب، مليون حساب، يفقد عفويته بكل ما تعنيه الكلمة. وأنت يا عبد خلف الكاميرا أو عبد أمام الكاميرا، بعضكم يطلع اللي ينتقد
اللي يجلد بعض اليوتيوبريه جلد مو صاحي. انا شايف الفتره الاخيره مره اي واحد فتح قناه يلا تلاقيه ينزل محتوى زي كذا من شهر لشهرين ينزل لك مقطع. ابد الكرسي اللي انت جالس عليه كرسي ما هو طيب. تقدر تتميز بشيء افضل واحسن، تطلع تتكلم، تقول قصص، تطلع تبني لك اشياء مبنيه على انت اشياء قد شفتها قبل كذا. بس الموضوع والمشكله الاساسيه ما هي هنا. احنا مشكلتنا الوطن العربي او عامه العرب عامه جلادين ترى، والله جلادين. يعني ان طلعت بشيء فكره مره جباره تخاف ان فكرتك هذه اللي انت شايفها مره جباره انها تفشل. بس تاكد اتم الثقه انه انت دام انك انت تطرقت لشيء معين انت راح تتميز فيه. انت مميز بهذا الشيء. طالما انك انت طلعت بفكره ما نسختها من احد انت مره مميز. لانه شايف انه فلان طبح من طياره، في واحد ثاني راح طبح من طياره زيه. ليش ما قرر يتدرب كيف يكون سكاي درايف ويبدا يتعلم كيف يقفز من الطياره، خطوات تدريب. ليش ما طبق هذه الفكره؟ راح طبق نفس الثاني انه كيف يطبح من طياره وطبح من طياره. الله يعطيه العافيه. تميز بالمحتوى على طريقته، تميز بالفكره وهي منسوخه اخذها قدمها بطريقه اخرى. نرجع لموضوعي انا. موضوع انا يا جماعه الخير اليوم طلع انا قاعد افضفض، وبمعنى صح اني قاعد افضفض لاني قاعد اشوف اشياء مره مقرفه الفتره الاخيره في الترند. اشياء مره غثيثه حتى لو انك تطلع عشان تاخذ فكره والله العظيم انك تتاذى نفسيا. فكرتك مره بطله تلاقيها في الصفحه رقم 0 في اليوتيوب، فكره مره زباله تلقاها في الصفحه 1 في اليوتيوب. هي كذا الخروجميات. وهذا الشيء انا مره مضايقني مزعجني. واللي مزعجني اكثر من كذا لما اجي احاول اقدم شيء على عفويتي وعلى اسلوبي وعلى شخصيتي وكل مره تنوع في المحتوى احصل حاجه معينه دائما في طريقي اللي هو عبده منتج. اتمنى من كل قلبي انك تفتح لك قناه اليوتيوب وتبدا تبدع انت. لا تتعب لغيرك، اتعب لنفسك. لانه انا استحي اجي اقول لك لا لما ترسل لي على انستغرام السلام عليكم كيف حالك يا عبد المحسن انا ابغى منتج لك فيديو، تبغاني اقول لك لا؟ ابغى اقول لك ايوه لان هذا شيء في صالحي. بس لما اجي اقول لك منتج فيديو واكتشف انك انت منتاجك ادنى من منتاجي بمراحل مره كثيره وجاي قايل لي لسته انه انا منتج احترافي واستخدم كذا واكتشف انك انت في الاخير تمنتج على برنامج الكوب كات. برنامج الكوب كات هذا جاء عشان يمنتج لك بطريقه اسرع، انت تقدر تحترف فيه، تقدر تسوي مونتاج مره احترافي، لكن ما هو سلس. نفس لما اقول لك ديفينشي، لما اقول لك بريمير، اقول لك افتر افكت، فيها سلاسه ما هي صاحيه ما تلقاها في اي برنامج. بس المشكله مو في سلاسه البرنامج او البرنامج اللي منتج فيه، المشكله في اسلوبه لما يتقدم لك يجي يقول لك انا ابغى اصير منتج عندك. صير منتج عندي، بس ايش تقول لي انا والله شفت منتاجك مو حلو، انا قاعد 3 ساعات 4 ساعات يا رجال 12 ساعه عشان دقيقتين 3 دقائق في المقطع. احترم صانع المحتوى لما تيجي تقدم نفسك له. لنفترض انا بسوق له سلعه عندي، انا عندي البلوفر هذا كاتب عليه الاصرار عدو الفشل، وفعلا الاصرار عدو الفشل، لانه يذكرني بمين؟ يذكرني بعباس بن فرناس لما جاء يصنع الطياره قالوا له انت مجنون يا رجال، تصنع الطياره شيء تطير ودحين الناس تركبها عشان تروح تدرس، عشان تروح تتعالج، عشان تروح تتمشى، عشان تروح رحله، عشان تروح اجازه. نرجع لموضوع البلوفر. انا سويت مرش خاص فيني يا جماعه الخير، وحاب اقول لكم باذن الله قريبا راح اقدمه لكم واقول لكم خذوا هذا مرش خاص فيني. طيب كيف قدمت الميرش هذا؟ كيف عرضته لكم؟ هل طلعت امام الكاميرا قلت يا جماعه الخير انا عندي ميرش؟ لا، قدمته في فيديوهات معينه، صورت فيه كذا فيديو كذا من خلف الطاوله. ليش؟ انا ماني حاب نزعجك، اقول لك والله انا عندي ميرش. انا فاتح قناه يوتيوب عشان محتوايا، عشان اقدم محتوى واتميز في المحتوى. انا ماني جاي ازعجك اشتري عندي خصومات 25%. لا، انت قاعد تعطيني وقتك، انا اقدر وقتك، احترم وقتك مره ثمين عزيزي المتابع. فعشان كذا عبارتي الأول والأخيرة الإصرار عدو الفشل. وأتمنى من كل صانع محتوى، وأتمنى أن رسالة توصل لأكبر صانع محتوى إلى أصغر صانع محتوى، أنت قادر إنك تصنع شيء متميز فيه ما حد يقدر يتميز زيك فيه. أنت قادر تغير اليوتيوب بالكامل، نفس ما الأجانب يجيبوا أفكار والعرب يأخذوها، أنت قادر تجيب فكرة الأجنبي يأخذها منك. أنت قادر، والله قادر تتميز، والله قادر. لا تنزل مقطع كل يوم، لا تنزل مقطع كل أسبوع. هذا هنتكو كذا، عصر اجلس لحالك بدون فريق عمل، اجلس لحالك، ابدأ قسم، ارسم. الرسم بيساعد، ارسم، جرب انك ارسم كذا بيت، سيارة، شيء، ابني عليها قصة، ابني عليها طرق تصوير، مواقع تصوير، ابني عليها. انا اعطيتك نبذة معينة، طريقة
كذا تعطيك انتقالة نوعا ما. ممكن أنا قرأت فيها 9000 وقاعد أتكلم كلام واحد في المليون ما قدر يقوله. بس اليوم أنا جلستي هنا بقول لكم إنه أنا أشكركم على الدعم الكبير اللي الفترة الأخيرة قاعد يحصل. صحيح إنه الدعم الكبير مو هو ذاك الشيء. آخر مقطع مرة احترافي ومرة سينمائي وفكرته غير مطروحة في اليوتيوب بتاتا وما حصل على دعم مرة كبير، بس أنا راضي ومقتنع. ليش؟ لأني أنا لقيت نفسي في محتوى معين، لقيت نفسي متميز في فكرة معينة. وفي الأول وفي الأخير أحب أشكركم كثير الشكر. ورسالتي لكم دائما: الإصرار هو عدو الفشل، وأبد لا تستسلم، ولا تخلي شيء يحطمك، ولا تخلي شيء يكسرك، ولا تخلي شيء يوقفك. صدقني أنت ما حد يعرفك اليوم، بكرة أنت بتكون لك قيمة وفي حد بيعرفك. بس اسعى زي ما قال الله عز وجل: اسعى يا عبدي وأنا معك، مكتوبك إلا تسعى له أنت. وأتمنى أنه تحققوا أحلامكم، وأتمنى أنه كل شخص عنده حلم يحلم فيه ينام ويصحى يلاقيه متحقق. أنا أصحى ألاقي عندي مليون. يا رأسي أبغى انجن. أنام وأصحى ألاقي عندي مليون مشترك. أبغى انجن. أقسم بالله يجيكم اللاعب 151 105 120 140 تشوفوا السرد عمركم ما شفتوه. ليش؟ أنا واثق من نفسي. أنا عبد المحسن، جيعان علم، جيعان تطور، جيعان نجاح، جيعان وصول، ومتأكد راح أغير شيء في اليوتيوب العربي يوم من الأيام، وأنا متأكد. والنقطة الثانية، دخولي لأي فريق راح يكون نقلة نوعية. أنا ما أعرض نفسي للفرق، بس أنا متأكد من الأشياء اللي عندي، ومتأكد من قدراتي، ومتأكد من الأشياء اللي بقدمها في المستقبل. سلام. أراكم في الحلقة 16 من هذه السلسلة. سلام.